يا مساء الفل، عاملين ايه؟ تعالوا نخلل مع بعض حبة مخلل الفلفل. حكاية. كنت راح اقول لكم حبة لفت، بس الحمد لله لحقتها. المهم بقى، بصوا، لحقنا الفلفل قبل ما يبوظ. هو على فكرة كان هيبوظ برضو، بس لحقناه، يلا مش مشكلة. هنا بقى غسلته غسلة حلوة كده، وشلت كام واحد كانوا بايظين كده رميناهم. وانا طبعا قطعت منهم اللي هي اللي فوق ديت كتير، بس في بردك ايه، على فكرة مفيش تركيز ليه مش فاهمة. المهم، انا بقى هشيل بقى اللي هي اللي فوق دي، انا مش عارفة اسمها ايه كده. هشيلهم كلهم بقى بالسكينة بايديكم، بس احسن بالسكينة عشان الفلفل ده نار. بس احلى فلفل تخللوه وتاكلوه من السنة للسنة، السنة بحالها يقعد عندكم احلى حبة فلفل مخلل. المهم، هنخلصهم كده نحطهم في البرطمان، وتعالوا اقول لكم هنعمل فيهم ايه. خلاص ماشي كده. ايه دول اللي فاضوا معايا؟ دول مش بايظين، حلوين شغالين. بس احنا بقى مش هنترس البرطمان على الاخر عشان الفلفل معانا ايه، ما يتكسرش. يا دوبك بندوس عليه دوسه خفيفه كده، وهنكمل على الوش كده كام قرن وخلاص. السر بقى في تخليل الفلفل دوت، علشان ولا يعفن منكم ولا يتهري ولا يبوظ، هيقعد معاكم زي ما خللتوه لمدة سنة. خلاص تعالى اقول لكم بقى هنخلي الفلفل بتاعنا ازاي. اكمل بس البرطمان، بس كفايه كده زي الفل. خلوا له حبه الفلفل بقى زي ما انا هعملهم كده، وهاتوا واعملوا كده بالطريقه دي تاكلوا احلى فلفل مخلل. اوكي. هنجيب بقى الشفشق بتاعنا كده. المهم، قبل ما نجيب الشفشق كده، حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، وتعالوا اقول لكم عملنا ايه بقى. سر نجاح الفلفل. انا كان عندي يا ستي بقى، بصوا، نص كيلو ليمون، رحت ماسكاه كده مفتحاه نصين، واديتهم غلوتين كده على البوتاجاز عشان اخد منهم ايه، السر بتاع تخليل الفلفل الناجح. انا عايزه بقى الفلفل يبقى نفس اللون بتاع المحلات اللي احنا بنجيبه من بره، الفلفل اللون الفظيع ده. هقول لكم هنحط له ايه، اصبروا بس الاول ناخد الملح كده. ماشي، هنحط على البرطمان دوت 4 معالق ملح كبار حلوين. خلاص، طبعا الميه مش سخنه، طبعا احنا غليناهم ورحنا ايه ركناهم لحد ما بردوا. عملنا كل اللي ورانا، وقلنا نلحقهم قبل ما ايه يبوظوا. خلاص تعالوا بقى نقلب كده الملح دوت مع مية الليمون. طبعا احنا هنعوز مية تاني لسه كتير. تعالوا نشوف سر اللون. انا هنا عندي سماق وعندي كاري وعندي كركم وعندي بهارات فراخ. اخد ايه؟ هاخد الكاري. عايزه اقول لكم كلهم صفر الحمد لله يعني. المفروض اكتب عليهم على كل واحده ورق على فكره. لا بس الكاري معروف على فكره. الكركم ولا ايه؟ ركزوا مالكمش دعوه بيا. ركزوا، هتحطوا للفلفل ايه؟ كاري. كركم. كركم. يا لهوي، ده زهايمر ده على فكره. وهصب كده الميه ديت على الفلفل، بس اهم حاجه الميه تكون بارده. لسه ما حطيتوش لايك. ماشي خلاص، انا زعلانه كده. طبعا كل ما يعوزوا ميه، انا مش هحط ميه من الحنفيه ولا ميه مش مغليه. اوعوا تحطوا ميه مش مغليه، بس تكون بارده. اوعوا تحطوا ميه سخنه. احنا كده مخليناش فلفل، احنا سلقنا فلفل. طبعا انا هحط ميه كفايه الفلفل، مش هحط ميه قليله. هغطي الفلفل دوت بالميه. خلاص. انا بقى عايزه اللون اللي انا قلت لكم عليه، اللون اللي انا بلاقيه في الفلفل، اللي هو اللون المصفر ده بتاع المحلات، اللي هو بيجي من ايه بقى، احنا مش عارفين بيجي من ايه. هو لون الكركم ده اللي هيديكوا في الاخر الفلفليه الصفرة دي بقى. خلوه بنفس الطريقه، هيقعد معاكم من السنه للسنه. وعايزين تخللوا اكتر من كده، انا خللت كيلو ونص. عايزه اقول لكم الفلفل ده تحفه. عايزه اقول لكم يعني، بصوا، اي لقمه بتاكلوها جايلكوا الصيام يا بيضه. هتحطوا جنب بقى الفول بقى والعدس والبصاره بقى، وبصوا
وهتدوها بقى. يعني احنا كده مش عايزين كيلو ونص، احنا كده عايزين 5 كيلو تاني. خلاص تعالي بقى النص كيلو ليمون ده هنرميه. اوعوا ترموه، ده احلى حبة ليمون هتاكلوهم. بص بقى انا عملت ايه بقى. عندي فلفل بردك، وجبت بقى البتاع دوت البرطمان الصغير، الجردل الصغنن ده بتاع غزل البنات، كانوا جايبينه العيال. بينفع بنغسلهم ونروح شايلهم بينفعوا تاني، اوعوا ترموهم. عايزه اقول لكم خامتهم جميله جدا على فكره. المهم انا حطيت كده رق فلفل، ورحت حاطه نصهم ليمون، والقرن الفلفل اللي ما بيعجبنيش بروح رميه، مفيش مشاكل. فبروح جايبه ايه كده اخر حبه من الليمون. عايزه اقول لكم يقولوش متفصلين على الجردل الصغنطوط دوت، يا سلام طلعوا تحفه يا دوبه. دول يعتبروا كان نص كيلو ليمون. بصوا قد ايه نص كيلو ليمون، يا لهوي. وحبه الميه اللي فاضلين. عايزين برضو ناخد نفس اللي عايزه اقول لكم، هيبقوا في الاخر لونهم وشكلهم وطعمهم حكايه. هتاكلوا احلى حبه ليمون بقى بالطريقه ديت. عايزه اقول لكم هيطلع كمان احلى من المعصفر. هاتوا بس ليمون وفلفل وخليهم بالطريقه دي ماشي. وحطيت لهم برضك، شفت الليمون اللي بيحطوه بتاع المطاعم كده، تلاقوا الليمون كده لونه اصفر، وانتوا متعرفوش الليمون اصفر من ايه. هو ده السر يا بيضه. هقلب بقى معلقه الملح الكبيره دي على الكميه دول، والحمد لله الميه مش هتكفي. بس هعمل ايه بقى، كنت من شويه عامله شاي والبراد فيه حبه ميه مغليين وباردين الحمد لله، رحت واخداهم وزوداهم هنا. عايزه اقول لكم انهم اساسا يا ريتني ما كنت حطيتهم، لان الميه طلعت زياده اصلا. وبس كده زي الفل اهو، كده مية مية. شايفين لونهم كده. الليمونة دي هتشرب برضك من حبة الكركم وهتبقى مصفرة برضو. حطيت الكيس، بوظت الكيس على الفاضي والحمد لله. واصبروا، وعايزة اقول لكم الكيس بقت غالية كتير كتير كتير. يلا مفيش مشاكل. اقفل في الغطا مش عاوز يقفل. طب رحت جبت غطا تاني، لقيته مش عاوز يقفل. قلت له هما الغطيان كلهم هما كلهم واحد، بس السر مش بالغطا، السر في الكيس. بس خلاص، ولا هيسرب ولا هيعمل. بس اركنوهم بقى. يعني عايزه اقول لكم سيبوهم زي ما ان شاء الله سيبوهم للسنه الجايه هتلاقوهم زي الفل. اول ما تلاقوا الفلفلايه عايزه اقول لكم مش هيكمل يعني مثلا اسبوعين او 3 وهتلاقوه استوى. حتى الليمون كمان، اول ما تلاقوا لون الفلفلايه اتغير خلاص استوى. افتحوا عليه بقى. كده كده هو البرطمان شفاف. بس كده اقول لكم بقى باي، واشوفكم في فيديو جديد. متنسوش تقولوا رايكم، واوعوا تنسوا تجربوه.